مساء الخير على حضراتكم. انا مهندس محمود حسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي، والنهارده انا موجود داخل شركه سكاي ابو ظبي على مشروعها بلو تري. اكتر من عميل كان بيسالني على مشروع سكني جوه التجمع الخامس، فالنهارده جايب لك مشروع في لوكيشن استثنائي جوه منطقه الجولدن سكوير اللي فيها اكبر واهم المطورين العقاريين اللي موجودين في التجمع الخامس. يلا بينا نتفرج على ادق التفاصيل، هنتفرج على اللوكيشن، هنتفرج على البيمنت بلان، هنتفرج على المساحات المتوفره. كل ده موجود في الحلقه دي، يلا بينا نتفرج عليه. شركه سكاي ابو ظبي هي مملوكه للسفير السابق صالح العنبي، ودي شركه بقى لها اكتر من 20 سنه موجوده في السوق الاماراتي، سابت اعمال مميزه جدا سواء بفيلات او مستشفيات او طور سياحيه. نزلت مصر في سنه 2018 ونفذت مشروع في الار 8 هو كومباوند ريزيدنس 8. المشروع دلوقتي تم انشاؤه بنسبه 90%، وده بيطمن العميل على الكواليتي، بيطمن العميل ان الشركه بتنفذ في المواعيد بتاعتها عشان هي بتمتلك شركه المقاولات بتاعتها. خلينا بقى نخش على المشروع اللي انا شايفه مميز جدا جدا لاي حد عايز يسكن او يعيش او يستثمر في قلب التجمع الخامس، في احلى حته في التجمع الخامس. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هو المشروع على مساحه 50 فدان. المشروع التصميم بتاعه مميز جدا، اللي منفذ التصميم اللي حضرتك شايفه على المشروع هي شركه GZMK اللي منفذه الماستر بلان، ودي شركه من الشركات العالميه اللي بتتعامل مع اهم واكبر المطورين. خلينا نتكلم على اللوكيشن بتاع المشروع. هو اللوكيشن بتاعك انت السور في السور مع النادي الاهلي. الميزه الرئيسيه اللي تخليك تشتري او تستثمر جوه منطقه الجولدن سكوير ان انت بتتكلم في مكان هو اوريدي متعمر وشغال، بس بيضم اكبر واهم المطورين اللي موجودين في السوق العقاري. يعني انت عندك مراسم موجوده، عندك بالم هيلز عندها 3 مشاريع، عندك اعمار مشروعها ميفيدا، عندك سودك عندها مشروع بتاع فيلات. فانت في لوكيشن مع اكبر واهم الديفلوبرز اللي موجودين في السوق العقاري، فالمكان ده قوي جدا سواء من قيمه ارض حضرتك بتشتريها، وكمان كسكن هو مميز جدا، وكمان كايجار. خلينا نتكلم بقى على التفاصيل جوه المشروع. هنا دي المنطقه التجاريه الكوميرشال اريا اللي بتبص على ليان صبور، على يميني هنا النادي الاهلي. المشروع زي ما انتم شايفينه هو 50 فدان. معظم المشروع هو واجهات بشكل مميز جدا، والمداخل بتاعتك هتبقى هاي سيلينج، وفي نفس الوقت انت عندك الواجهات كلها بانوراما وعزله للحراره، فبتدي فيو كويس وبتقلل من الحراره الموجوده داخل الشقق. كل عماره من العمارات اللي موجوده جوه المشروع احنا بنتكلم على 4 شقق جوه الدور، سواء في العماره دي او في البلوك ده، ففي كل بلوك هيكون 4 شقق موجود في الدور. عندي لكامل المشروع سنترال بارك على مساحه 10 فدان زي ما حضراتكم شايفين. عندي كلاب هاوس هيكون من ضمن سعر الغرفه، هيكون من ضمن سعر الشقه. وعندي دلوقتي مساحات مميزه جدا، عندي مساحات من اول 110 متر، 120 متر، 130 متر بالنسبه للغرفتين، وهوري حضرتك التقسيمه بتاعتها. عندي التقسيمه بالنسبه للغرفتين ال 120 متر بتكون 2 نوم معاها 3 حمامات، كل اوضه من الاوض اللي موجوده في الغرفتين بتكون ماستر. عندي ال3 غرف نوم بتبدا معايا من مساحات 135 متر، وعندي اللي بتوصل معايا لغايه 185 متر. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انت بتتكلم على لوكيشن زي ما بنقول لوكيشن قوي جدا في منطقه ساكنه وعايشه، وتقريبا ما فيهاش مطورين دلوقتي بيعرضوا اراضي، والايجارات هنا عاليه جدا. فانت عندك ميزه قويه جدا، مش مجرد ان انت بتسكن في مكان كويس وعايش في تجمع كامل، ولكن الايجارات هنا لو انت بتاخدها بغرض الاستثمار وعايز الاسيتس بتاعك يفضل موجود، فالايجارات هنا بنتكلم على الاستوديو في المنطقه دي بيبدا معاك الايجار من اول 30,000 جنيه وبيوصل ل 45,000 جنيه لو انت وضبطه وخططته بالتكييفات. فهنا الار او اي عالي جدا سواء من الايجار، سواء من اعاده البيع، سواء من الاستثمار. الاوفر بقى اللي انا جاي عشانه جوه المشروع ان الشركه منزله عرض قوي جدا، ان انت هنا بدون مقدم على 7 سنين تقدر تمتلك شقه في احلى موقع في الجولدن سكوير، او بمقدم 10% وقسط على 8 سنين. عندي الاسعار بالنسبه للسوق هي اقل اسعار
بمشروع بحجم مشروع لو تري جوه المطورين الكبار. انا عندي الاسعار بتبدا معايا من اول 7 مليون 500 بالنسبه للشقه الغرفتين على 8 سنين، وبالنسبه للثلاث غرف نوم تبدا معايا من اول 9 مليون جنيه. يعني بمقدم 900 الف جنيه انت بتثبت سعر شقه في قلب الجولدن سكوير وبتقسطها على 8 سنين. لو انت مهتم تعرف كل التفاصيل الخاصه بالمشروع، نختار مع بعض الشقه، نختار مع بعض التصميم بتاعها، نختار مع بعض الفيو بتاعها، تواصل معايا. رقم تليفوننا اسفل الفيديو، مهندس محمود حسين.